صباح الخير على كل اللي بيتابعونا. النهارده جايبه لكم شاليه جميل جدا. الشاليه ده هيرجعكم لايام زمان، ايام الخصوصيه والمصيف اللي محدش فيه بيجرحنا، والشط كله بتاعك والميه. الشاليه ده شاليه خاص مش شقه، مفيش حد جرحك، على الرمل على طول. تفتح تلاقي الميه بتضحك لك. تفتح انت على البحيرة على طول، على الرملة قدامك المية. تقدر تنزل انت واولادك والاسرة، ما فيش اي حد يجرحك. تحب تصطاد، البحيرة مليانة سمك من كل الانواع. محدش هيضايقك وانت بتصطاد. لو اهلك منتقبات او محجبات مش عايزين حد يجرحهم، بيبقى براحتهم. الشط كله بتاعك، الرملة بتاعتك، المية بتاعتك. تحب تعمل حفلة باربيكيو، بتقدر تشوي بالليل. بتحول الشاليه لقعدة ظريفة أكنك سفاري قاعد بتشوي. محدش بيقولك بتعمل ايه. الشاليه ليه مزايا كتير قوي قوي، قلنا حبة منها. مش هتعرف بقية المزايا إلا أما تسكن فيه وتشرفنا وتصيف. الشاليه عبارة عن غرفتين نوم، الغرفتين فيهم نفس الفرش، سريرين كبار، كل سرير 150. لكن في بعض العملاء قالوا لنا احنا عايزين سرير واحد في الغرفة، فقلنا نقسم البلد نصين، هنعمل غرفة فيها سرير واحد وغرفة فيها سريرين ودولاب وكومود وتسريحة. غرفة بتبص على المنظر الجميل اللي هو كله زرع وورد، والريحان مزروع في الشاليه من ورا. وغرفة تانية على البحيرة، الفيو بتاعها كله بحيرة زي ما احنا شايفين. والريسبشن طبعا كله على البحيرة، والمطبخ أمريكاني، المراتب تركي. الشاليه مريح جدا. حتى خلفية الحمام برضو مزروع ريحان. الشاليه جميل جدا جدا وبيساع أسرة كبيرة. الحمام زي ما احنا شايفين، شباك اهو، الزرع ورا ريحان. وغرفة السفرة 6 كراسي. الشاليه كله متجدد السنة دي، تم تجديد الدهان والأنتريه وإضافة بعض الأدوات المنزلية. وده رمل البحيرة قدامنا. خرجنا من الريسبشن، ادي التراس فيه كراسي، قاعدة جميلة جدا اكنك قاعد في كافيه. الرملة قدامك، محدش بيجرحك، والمية قدامك، تقدر تنزل تصطاد، اولادك ينزلوا وانت قاعد قدام عينيك. شاليه فعلا. اللي عايز يتمتع بالخصوصية يجي يأجر في الشاليه ده. نورتونا.